ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير وفي احسن صحة واحسن حال. هنعمل النهاردة مع بعض شربات النعناع المركز في البيت. شربات النعناع ده من الحاجات اللي بنشوفها دايما موجودة في السوبر ماركت، وسعره بقى غالي جدا. وهو الموضوع بسيط جدا، بيتعمل بشوية مية وسكر ومقادير بسيطة. هتطلعوا شربات نعناع مركز تستخدمه في وصفات كتيرة، وهنعمل بيه وصفات كتيرة ان شاء الله مع بعض. بس كالعادة قبل ما ابدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا اول مرة تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نشوف مع بعض ازاي هنعمل شربات النعناع المركز في البيت بمكونات بسيطة جدا. مش هنحتاج مقادير كتيرة، المقادير بس اللي انتوا شايفينها قدامكم. هحتاج عندي 1.5 كوباية من السكر عشان نعمل كمية قد اللي شفناها في اول الفيديو. هحتاج كمان 1 كوباية من المية، وعندي كمان هنا شرايح من الليمون او عصير ليمون معلقة كبيرة. وعندي هنا كمان تقريبا ده مقدار نص كوباية من ورق النعناع. وكمان هحتاج لون اخضر غذائي عشان نضيفه بس يديني نفس اللون زي شربات النعناع اللي بنشتريه من بره. هي دي كل المقادير اللي هنعمل بيها شربات النعناع المركز. شوية مقادير بسيطة جدا عشان نعمل بيها الوصفة بتاعتنا. هنبدأ طبعا أول حاجة مع بعض، هنفضي السكر وعليه كمان كوباية المية. مقدار المية أقل من السكر عشان يطلع معايا مركز، وكمان القوام بتاعه تقيل. هنزل كمان بكل ورق النعناع، طبعا نعناع فريش، ما ينفعش نعناع ناشف، يكون مغسول كويس جدا. وهضيف بس شريحتين كده من الليمون او عصير نص ليمونة عشان ما يسكرش معانا بعد كده. هقلبهم بس مع بعض عشان اتاكد ان ورق النعناع اتغمر كويس بالميه. بعد كده هرفعهم على النار وهنسيبهم من بعد الغليان لمدة 5 دقايق. انا عايزة اخد كل النكهة والطعم من النعناع، وناخد كل الريحة. هتلاقوا الريحة بدأت تظهر مجرد مع الغليان، وكمان السكر بيدوب. وكل ما بيغلي هتلاقوا السيرب بتاعكم او شربات النعناع معاكم بقى مركز اكتر، وقوامه كمان بقى اتقل من الاول. مجرد ما اتأكدت خلاص ان هو وصل للتقل والسمك المطلوب، اخر حاجة بس هنضيفها وهي نقطتين بس من اللون الاخضر الغذائي عشان يديني نفس اللون بتاع بره. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان اللون ده مش بيأثر نهائي على الطعم، بس هو بيديني نفس الشكل زي الحاجات اللي احنا بنشتريها. نقطتين كفاية جدا عشان يدوا نفس اللون المظبوط زي شربات النعناع بتاع بره. طبعا هتسيبوه الاول كده يبرد على جنب، وكل ما بيبرد كمان كل ما هتلاقوه بيتقل اكتر وبيبقى مركز كده وقوامه سميك. بعد كده هنصفيه طبعا بمصفى علشان نتخلص من كل اوراق النعناع، وكمان شرايح الليمون. احنا خدنا منها الطعم اللي احنا عايزينه، وعايزين بس خلاص كده المركز بتاع شربات النعناع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنحتفظ بيه، بنحطه في برطمان او في علبة نظيفة نحطه في التلاجة. هنستخدمه ان شاء الله في وصفات كتيرة جدا. زي ما انتوا شايفين بعد ما برد القوام بقى تقيل وسميك شوية. هنعمل بيه زي ما قلنا وصفات كتير ان شاء الله مع بعض، وصفات مش تقليدية. استنوا الفيديو اللي جاي والفيديو اللي بعده، هنعمل وصفتين حلوين جدا تقدروا تحتفظوا بيه في التلاجة لمدة شهور من غير ما يحصل له اي حاجة، هيفضل معاكم زي ما هو. وعملنا بكل بساطة بشوية مقادير موجودة في المطبخ، محتاجناش اي حاجة صعبة ولا مقادير كتيرة. هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى شربات النعناع يعجبكم وتجربوه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. كالعادة كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.